أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا ووالديكم والسامعين من النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن أوجب الواجبات وأعظم الأمور المهمات توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إذ هو أول أمر في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي مقابل ذلك فأعظم الذنوب خطرا وأشدها على الإنسان والمجتمعات إفسادا وضررا الشرك بالله العظيم وتسوية المخلوق برب العالمين. ذلكم الذنب الذي لا يغفر والخطأ الذي لا يرضى به الله ولا يقبل. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك إخلال بالربوبية وتنقص لمقام الألوهية وسوء ظن برب البرية، إذ حقيقته تسوية الناقص الفقير الذليل بالملك الغني الجليل جل جلاله. ولما كان الشرك بالله أعظم الذنوب والمحرمات وأبغضها إلى رب الأرض والسماوات، سد الشارع الحكيم جميع الأبواب الموصلة إليه وحمى حماه من كل وسيلة توقع فيه، ومن ذلك ما سماه بالشرك الأصغر. نعم، الشرك الأصغر وصوره. هذا هو عنوان خطبتنا لهذه الجمعة المباركة إن شاء الله عز وجل. فالشرك الأصغر يا عباد الله، فهو وإن كان يخالف الشرك الأكبر في كونه لا يخرج الإنسان من الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط سائر الأعمال، إلا أنه من أكبر السيئات والآثام ومن أعظم ما يورث المهالك العظام. عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا كان الشرك مخوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافهم ولا يهاب الوقوع فيه من هم دونهم في العلم وأقل منهم في الديانة والإيمان والفهم.
خفائه وكثرة وقوعه في الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل على طفاة سوداء في ظلمة الليل. أيها المسلمون، وإن من أعظم صور الشرك الأصغر انتشارا وأعظمها تفشيا الرياء. الرياء يزين الإنسان أعماله من أجل نظر الناس إليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح أو نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويشبه ذلك ما لو فعل الإنسان العمل الصالح بقصد نيل حظ من حظوظ الدنيا. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. فالله جل وعلا ذم ذلك وذم فاعله في كتابه وأخبر بحبوط عمله، فقال جل جلاله: من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن صور الشرك الأصغر أيها الناس الحلف بغير الله، كحلف الإنسان بأبيه أو بأمه أو ولده، أو يحلف بالأمانة أو بالنعمة ونحو ذلك. سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالواجب على المسلم أن يعظم الله تعالى في ألفاظه ويتجنب ما لا يجوز في حق الله تعالى من العبارات والكلمات. وقول الإنسان أيضا: ما شاء الله وشئت، وقوله لولا الله وفلان، وقوله على الله وعليه، فيأتي بالواو الموهمة لتسوية الخالق الكبير بالعبد الفقير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عبدا، بل ما شاء الله وحده. رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وإنما يأتي الإنسان بثم لما في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن صور الشرك الأصغر أيها الناس نسبة النعم إلى غير الله، إذ الواجب على المسلم الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره على كرمه وإحسانه. وأما الغفلة عن ذلك ونسبة النعمة إلى غير موليها وهو الله جل جلاله فشرك أصغر وكفر بالنعمة. قال الله جل وعلا:
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن صور الشرك الأصغر المنتشرة تعليق التمائم والقلائد والخرازات، يظن صاحبها أن بها يدفع الحسد والشر ويحترز بها من العين والضر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل إليه رجل من الناس فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع 9 وأمسك عن واحد. فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن الصور المنتشرة للشرك الأصغر التشاؤم بالمرئيات، التشاؤم بالمسموعات ونحو ذلك. تلك العادة الجاهلية والوسيلة الشيطانية لتخويف بني آدم وإيذائهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قالها 3 صلى الله عليه وسلم. فالتطير والتشاؤم مذموم، يضعف توكل المسلم على ربه ويعلق النفع والضر على أسباب مهمة لا حقيقة لها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن خطر الشرك الأصغر عظيم، وأثره عند الله ليس بالهين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تعظيم الشرك الأصغر والتحذير منه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فالواجب على المسلم أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه وصوره، يستعيذ بالله تعالى من شره وحسن عاقبته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في دعائه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أخيرا أحبتي
الله، ومن أكثر وسائل الحذر من الشرك كبيره وصغيره وجليله وخفيه تعلم العلم الشرعي بقراءة كتاب الله وتفسيره ومعرفة أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم عن العلماء الراسخين، فالعلم نور وبصيرة يحمي به العبد من ظلمات الجهل والضلال. قد روى البخاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلنحرص على توحيد الله وعبادته، وأن نتمسك بدينه وشرعيته، ولنحذر من الشرك بأنواعه وصوره، ونستعيذ بالله من أضراره وخطره. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث بدأكم الله بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها المؤمنون من إنسه وجنه. قال: ولن يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تعليما لكم وتفهيما وتكريما لقدر نبيكم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وفض به قلمك وأحصاه كتابك. اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه. اللهم انصر المستضعفين في بلدك، كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا ينجزون، أرنا فيهم